رأيك في شكل الغريبة القمر دي؟ شايفة جمالها وشايفة حلاوتها؟ عملنا مع بعض البسكوت والكحك، النهاردة هنعمل مع بعض الغريبة. هقولك على كل المعلومات بتاعتها، وهقولك لو اتشققت معاكي هتعملي ايه، ولو ساحت معاكي في الفرن هنعالجها بايه. شايفة الغريبة بتاعتي ولا مشققة؟ شايفة ظهرها؟ وهقولك على السوا المظبوط بتاعها. تعالي كملي معايا الفيديو ونشوف عملنا الغريبة دي ازاي. مقاديرنا سهلة وبسيطة وجميلة. معايا 4 دقيق، 2 سمنة، 1 سكر بودر. ما بنحطلاش اكتر من كده. لو انت عايزة تشتغلي بالكيلو بتحطي كيلو دقيق، كيلو الا ربع سمنة، نص كيلو سكر بودر. خلاص، لكن انا هشتغل النهاردة بالكوباية. 4 دقيق، 2 سمنة، 1 سكر بودر. نشتغل على طول. معايا البولة بتاعتي، هنزل بكوبايتين من السمنة. انا حطاه في التلاجة. يبقى انا نزلت هنا بكوبايتين من السمنة، هنزل بكوباية من السكر. هقلبهم قبل ما اشغل المضرب بتاعي عشان ما بهدلش الدنيا. ولو ما عندكيش مضرب كهرباء بنشتغل بايدينا، هو هتتعبي شوية بس هيديكي نتيجة افضل من الخلاط. الخلاط مش هيديكي النتيجة الحلوة. انا هضرب السكر بالسمنة، ما بضيفش فيها اي حاجة تاني لحد ما تبقى معاكي فوم كده كريمي، وهوريها لك. بعد ما احنا ضربناهم وصلناهم للمرحلة دي، شايفة تعمل معاكي فوم كده. هنزل ب4 كوبايات من الدقيق، انا بنخلهم. والمكون اللي هيخلي لك الغريبه بتاعتك ناعمه ودايبه دوب زي الجاهزه بالظبط، معلقه واحده من النشا. وما تكتريش اكتر من كده عشان هيخليها ناعمه قوي. هي معلقه واحده قوي على 4 كوبايات من الدقيق. وزي ما انا قلتلك النواعم مش بتتعجن، احنا يا دوبك بنقلبهم، بنشرب الدقيق بالسمنه. شايفين انا ما بعجنش. انا لميت العجينه بالشكل ده. لو الجو صيف بدخلها في التلاجة مش اقل من ساعه، لو الجو شتا زي دلوقتي بشتغل على طول. بناخد حته بس كده في ايدينا، بتعملي تست للعجينه بتاعتك. شايفه عجينتنا ولا اتشققت ولا اي حاجه. طب لو اتشققت والعجينه معاكي ناشفه بتضيفي لها معلقتين من السمنه. خلاص، انا الجو شتا معايا مش هدخلها التلاجة، يا دوبك اسيبها كده. هجهز الحاجه بتاعتي وهشكلها معاكم على طول. قبل ما تشكلي العجينه بتاعتك اعملي تست للعجين. خلاص، هتعملي كام واحده وتجربيهم جوه الفرن، عشان لو فرشت معاكي قوي بتحط لها معلقتين دقيق. لكن ما فرشتش انت بتشتغلي على طول. وما تنسيش ان الغريبه لازم تفرش، بس حاجات بسيطه. هعمل معاكم دلوقتي كام واحده واجرب. شايفين الغريبه بتاعتي ولا بتتشقق ولا اي حاجه. نعمل بس كام واحده كده عشوائي اجربهم جوه الفرن قبل ما اشتغل في الغريبه بتاعتي. شايفين بتتشققش وجميله. زي ما انا قلتلك هجرب العجينه بتاعتي قبل ما اشتغل. هروح ادخلهم الفرن وارجع لك. شايفين الغريبه بتاعتي يا دوبك فرشت الفرشه العاديه بتاعتها. طبعا دي سمنه وسكر ودقيق، يعني لازم تفرش بس مش قوي. شايفين؟ اوعي تلمسيها هي وسخنه. ما بتقعدش في النار اكتر من 8 ل 10 دقايق، ما بتاخدش معاكي لون خالص. يلا بقى تعالي نبدا في العجينه بتاعتنا. الصاج بتاع الغريبه ما بيدهنش اي حاجه. خلاص، بتاخدي حته صغيره، حاولي بس تصغريها لان هي بتكبر معاكي في الفرن. ما تبططهاش. حلو قوي المقاس ده.
الغريبة بتشكليها فستق بلوز بزبيب بايه تاني، بالخرزة اللي هي اللي بتتباع عند بتاع الحلويات ده او العطار. بصي بقى، الغريبة الوحيدة هي والكحك ما ينفعش نعملها بزبدة، لازما سمنة. البيتيفور لازما زبدة، البسكوت ينفع زبدة ينفع سمنة، اما الغريبة لا، سمنة هي والكحك. شايفة الغريبة بتاعتنا ما تكبرهاش، وخلي ما بينها حتة واسعة كده عشان هي هتعرض معاكي حاجات بسيطة في الفرن. هكمل الصاج ده وارجع لك. انا شكلت صاج بالشكل ده زي ما انا قلت لك. تحط لها الخرزايه دي او سوداني، زبيب، فستق، لوز، المتاح عندك شكلي بيه. ولو حابه تسيبيها ساده كده هتبقى جميله برضو. ما تبططيش الغريبه، سيبيها هي هتعرض لوحديها، تاخد معاكي شكل جميل كده وحلو. شكلها بالشكل ده. انا مشغله الفرن، بدخلها على درجه حراره 160، ولو ما عندكيش تايمر بتظبطي اوطى حاجه، بتقعد معاكي من 8 ل 10 دقايق وبتطلعيها. الغريبه ما بتاخدش لون خالص، ولا من فوق ولا من تحت. شايفين؟ سيب الغريبه عاليه كده عشان لما تفرش شويه في الفرن ما يبقاش شكلها وحش معاكي، هي هتاخد معاكي الشكل الجميل بتاعها. غريبه شايفين شكلها؟ الحمد لله، ولا مشققه ولا اي حاجه. اروح اسويه وارجع لك تاني. زي ما انا قلت لك ما بياخدش اكتر من 8 ل 10 دقايق. اوعي تاخد معاكي لون من تحت او من فوق. هروح اسوي وارجع لك. انا عملت معاكم الشكل اللي كلنا عارفينه، هعمل معاكم شكل حلو قوي. شايفين؟ بتبرمي الحته بالشكل ده، بتلفيها على ايدك وتروحي لفها كده تطلع معاكي بالشكل ده. معاكي بقى زبيب شغال، معاكي فستق شغال، لوز اللي انت عايزاه، تبقى معاكي بالشكل ده. شايفه شكلها جميل قوي. هعمل معاكم واحده كمان. بتجيبي حته اهو بتلفيها كده تطلع معاكي بالشكل ده. معاكي فستق، شايفه شكلها؟ هعمل معاكم واحده كمان. لو مش عارفه تلفيها على ايدك لفيها على حاجه وبتحطيها كده، تحطي صبعك بالشكل ده تروحي لفاه. هو ده شكلها زي ما انا قلت لك. فستق، لوز، عين جمل، اي حاجه بتحطيها من هنا. ولو سبتيها فاضيه برضه هتبقى معاكي طعمها حلو قوي اهو. كمل بقيه الصاج وارجع لك. وده تاني صاج عملت معاكم الشكل ده والشكل ده. شايفين شكله وجماله؟ اروح اسويه وارجع لك. وهي دي شكل الغريبه بتاعتي بعد ما استوت. شايفين شكلها وجمالها؟ عملوا معايا الصاجين. والصاج الصغير ده انا ما بحركهاش طول ما هي سخنه، سيبيها تبرد على الصاج بتاعها، هتبرد وارجع لك تاني. وهو ده شكل الغريبه بتاعتي بعد ما بردت خالص. طبعا هي وسخنه ما بتعرفيش تمسكيها خالص. شايفين؟ شايفه ظهرها؟ شايفه جمالها؟ بصوا الغريبه تحفه، ولا مشققه ولا اي حاجه. المقادير بتاعتي مظبوطه، امشي عليها. تعالى افتح لك واحده كمان. شايفه الغريبه؟ شايفه قد ايه هي ناعمه؟ بصي خطيره. شايفه؟ خطيره بجد، تحفه. يا رب تجربيها وتعجبك.